شيلي معايا على المستشفى يلا. اهدي بقى ما توترينيش، شيلي. مش هتموتي يا دكتوره. فلا الله بالك يا شيخ. دكتورة راجية، ايه اللي جابك هنا؟ انا مش مصدق يا دكتوره، مش مصدق ان واحده زيك تحط نفسها في موقف زي ده. معقوله واحده في وضعك ومكانتك تحط نفسها في موضع شبهات زي ما عملت النهارده؟ يا فندم صدقني انا ما فكرتش في اي حاجه غير ان انا انقذ روح، ما فكرتش في اي حاجه تانية. طالما المساله بقى خرجت بره العياده او المستشفى ما مالكيش صالح بيها خالص. ده يبقى من اختصاص بقى الاسعاف او البوليس، لكن انت بقى تحط نفسك تحت المساءله القانونيه ليه؟ معلش يا فندم، بس انا عايز اوضح نقطة. بحكم الجيرة اللي موجودة بيني وبين دكتورة راجية، يعني انا عايز اوضح ان هي عندها مسألة الانسانيات دي عالية حبتين. طبعا انا مش ببرر وبقول اللي حصل النهارده ده صح، لا، ده لولا اعتراف المريضة اللي عندها باللي حصل كان زمان حطت نفسها في 100 مشكلة بجد. طب يا فندم انا الحقيقه اللي واجعني اكتر حاجه دلوقتي ان انا وعدتها انها لا هتتاذي ولا هيتقبض عليها. برضه مش شغلتك، ما توعديش حد بحاجه مش في ايدك. صح يا فندم، صح، عند حضرتك حق، انا اسفه. طب بالنسبه لرشا لحقتوها ولا لا؟ مش بقول لحضرتك مسألة الانسانيات عندها اوفر حبتين؟ اه يا ستي، رشا لحقناها وهنوديها مركز لعلاج الادمان وهتبقى زي الفل ان شاء الله. تمام الحمد لله زي الفل. طيب يا فندم بالنسبه لفاطمه. مفيش فاطمه يا فندم على فكره. اتفضلي يا راجل، اتفضلي. حسام. يلا يا راجل اتفضلي. معلش يا فندم احنا اسفين جدا. اتفضل اتفضلي. عن اذنك يا فندم. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. لا يا دكتور راجل، اللي انت عملتيه ده كنت هتودي نفسك في 60 ده، ربنا بس اللي استرها معاكي. الحمد لله جت سليمه، ميرسي قوي يا حسام على اللي عملته معايا. ميرسي على ايه بس يا دكتوره؟ احنا جايين ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هتسيبيني يا دكتوره؟ انت مش وعدتيني انك مش هتسيبيني يحبسوني؟ ما خدها يا ابني من هنا، خدها من ثانية هنا. واحدة يا حسام عشان خاطر، ثانية واحدة. ما تخافيش يا فاطمة، ما تخافيش، أنا مش ممكن هتخلى عنك. أنا هوكلك أكبر محامي. توكلي لي؟ هو مش جوز حضرتك محامي كبير برضو؟ انتي خارجة؟ ايوه نازله مع ناس صحابي شويه في البنك. طب كويس، انا كمان خارجة رايحة عند عيشة ويمكن ابات عندها. هو ايه يا ماما موضوع البيات عند عايشه ده؟ وايه المشكلة يعني؟ صاحبتي، هتمنعيني عنها ولا ايه؟ ولا هتحجري عليا؟ لا يا حبيبتي انت حره، بس هي المشكله هو مين هيحضر لي الفطار بكره الصبح؟ يا اختي انا نص عين امه. يسمع الله عليكي يا حبيبتي ولا يهمك، هعمل لك الاكل واحطه لك في التلاجة، تطلعيه من التلاجة تسخنيه في الميكروويف وكلي. يعني انا كده برضه هصحى الصبح واسخن الاكل في الميكروويف؟ ماشي. يعني انت يعني اكيد هباتي عندها قوي يعني؟ ما قلنا يحتمل. طيب اوكي. ابقى طمنيني عليكي لما ترجعي. قال يعني فارقه معاكي قوي يعني؟ يعني انت بتباتي بره بس انا ما باتش بره عادي؟ لا كل حاجه لا لا لا, لا. غريبه. وحشتني يا ماركو، وحشتني قوي يا حبيبي. أنا عمالة أدور عليك في البيت كله. هو أنت قاعد لوحدك كده ليه؟ أنا لما لقيتك مش جنبي قلت يبقى أكيد رحت تشرب. وبعدين لما اتأخرت قلت لأ بقى، أنا لازم أنزل أعرف الراجل ده راح فين. أنا أصلي قلقت وقعدت أتقلب يمين وشمال، ولما النوم مرضيش يجيلي قلت أطلع أقعد بره عشان ما أقلقكيش. هو أنت لسه زعلان عشان ماركو سافر؟ يعني أنت مش زعلانة يا تريز؟ أنا كل ما أجي أزعل أقول لنفسي بطلي أنانية. ابنك سافر عشان يبني مستقبله، وبابا مش راضي إن إحنا نسافر معاه. يعني أنت عايزانا حبيبتي في السن ده
هتغرب واسيب بلدي، انت تقدري يا تريس تبعدي عن مصر؟ انا ما اقدرش على بعد مصر، بس كمان مش قادره على بعد ابني. هو اللي زود الموضوع عندي شويه الموضوع ثابت. صديق عمري جه بعد سفر ماركو. وانا رحت فين؟ يا حبيبتي انت البركه، انا ما اقدرش استغنى عنك. لا، ده كلام. اخصى عليك، اخصى عليك يا تريز، بقى بتقولي ده بعد العشره الطويله دي؟ عارف يا جورج، انا بشوف الدنيا بحالتك انت. يعني لما بكون فرحان بحس ان الدنيا كلها بتضحك في وشي، لما بكون زعلان بحس ان الدنيا كئيبه قوي في عينيا. عشان يا حبيبتي احنا بنشغل بعض، نزعل سوا، نفرح سوا، حتى لما بنحلم سوا. تعرفي يا تريز ان انت في كل ذكرياتي، الذكرى يا حبيبتي اللي ما انتش فيها انا ما بحبش افتكرها. ياه، انا حظي حلو قوي ان انا اصحى دلوقتي واسمع منك الكلام الجميل ده. بس عارف بقى ايه اللي مزعلني؟ انك كاتم في نفسك. طب اعمل ايه؟ طب قولي لي انت ايه الحل؟ مش لاقي حل يا حبيبتي. لو انت عندك حل قوليهولي يا تريس. يا حاج صفوان ثواني يا عم، اصبر بحسبها لك. حاضر حاضر.
يبقى يا سيدي الإجمالي 3 مليون و275 ألف. أيوة يا حاج، صافي 3 مليون مش انت يا حاج صفوان، مش انت. لا، هنتقابل بكره ان شاء الله بعد صلاه العصر. مع الف سلامه، مع السلامه. الراجل يقول عليا ايه؟ بتكلم من عند الكوافير حبك يعني. يا سلام، قول له المدام، ولا بعد 3 سنين جواز ما ينفعش ابقى المدام؟ والله لو عليا انا اطلع اقول للدنيا كلها وبصوت الحياني انك مراتي، انما اعمل ايه؟ انت خايفه ومرعوبه من ولادك البنات. بجد يا قلبي؟ يا زوزو، انت عارفه انك اغلى حاجه في الدنيا عندي. ربنا يخليك ليا، بس معلش نستحمل شويه عشان نريح دماغنا. لا اله الا الله، واحنا بنعمل حاجه غلط؟ مش احسن ما بتجيله كل مره متخفيه زي رشدي اباظه في الرجل التاني؟ انا راجل انا راجل مخصماك، انا مخصماك يا حبيبتي، انت اهم حد في الدنيا عندي. ربنا يخليك ليا وما تحرمش منك ابدا. السلام عليكم يا رائف يا حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك يا نسرين؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ اتفضلوا. الحمد لله احسن. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك يا حبيبي. جيتوا امتى؟ امبارح الفجر. عمي عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. شفت اللي حصل يا نسرين؟ احنا لسه جايين من المستشفى دلوقتي ومش قادرين نفهم اي حاجه. والله زيك يا عمي، كل ما اروح ما حدش يديني عقد نافع. خلاص نسفره بره يا رائف. كلهم بيقولوا مش هتفرق. ان شاء الله عمي هيرجع زي الاول واحسن كمان. يا رب يا نسرين، يا رب. طب مش عايز اي حاجه يا رائف؟ ربنا يخليك يا عمي، انا اهم حاجه كنت محتاج وقفتك جنبي دي. والله يا ابني انا من ساعه ما عرفت واحنا عايزين نرجع، بس للاسف ما كانش فيه تذاكر نهائي. عارف. المهم الحمد لله على سلامتكم. المستشفى خير ان شاء الله. الو. ايه بتقول ايه؟ طيب خلاص اوكي، انا جاي حالا. مع السلامه. خير يا رائف؟ الخير على قدوم الوردين. بابا فاق الحمد لله. الحمد لله الحمد لله يا رب. وانا لازم اروح له دلوقتي. يلا بينا. لا مؤاخذة يا دكتورة. خير في ايه؟ في محضر بيسأل على حضرتك. محضر؟ في حاجة يا دكتورة؟ واقفة كده ليه؟ لا مفيش، انا بس اتطلقت. ايه؟
السلامة حبيبي. ألف مليون حمد لله على السلامة يا بابا. الحمد لله على السلامة يا ثابت يا اخويا. ألف سلامة عليك يا عم. لو سمحتوا يا جماعه يا ريت نسيب الوليد يرتاح شويه. دكتور احنا لسه داخلين. معلش كفايه كده النهارده. هو طبعا الحمد لله فاق ودي خطوه كويسه جدا، بس للاسف فقد القدره على الكلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب. طيب بالنسبة للحركة يا دكتور، حضرتك عارف من الاول يا باشمهندس. طب يا دكتور يعني هو بعد ما فاق مفيش أمل إن موضوع الحركة ده يتحسن مع الوقت؟ في الوقت الراهن صعب، بس احنا متفائلين ان شاء الله بعد العلاج يبقى في امل. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله على كل شيء. طيب يا دكتور هو المفروض يخرج امتى؟ لا صعب نقرر دلوقتي، يعني مش اقل من اسبوع على الاقل. تمام تمام تمام. شكرا يا دكتور. اتفضل. ايوه يا ماما. صباح الخير. لا انا كويسه الحمد لله. يعني ايه صوتي مش كويس؟ لا انا كويسه، يعني انا هضحك عليكي؟ ماما بقول لك ايه، احنا لسه الصبح. طب استني عشان جالي ويتنج، استني ولا اقول لك هكلمك تاني. هكلمك تاني يا ماما. باي. الو. ايوه انا. اهلا وسهلا. طيب كويس خلاص اوكي. اجي استلمها بكره؟ مفيش مشكله، ممكن بعد بكره. ولا اقول لك خلاص انا هلبس واجي لك دلوقتي. دلوقتي. تمام اوكي. ميرسي قوي، الله يبارك فيك، شكرا، مع السلامه. اي حسنى، صباح الفل يا حبيبتي. بقولك ايه، العربيه الجديده وصلت والمفروض اروح استلمها. هعدي عليكي نروح مع بعض وتبقي انتي ترجعي بعربيتي. الله يبارك فيك يا حبيبتي،
مبروك عليك انت كمان العربية. يلا باي. ايه مالك؟ مش عارفه اقول لك مبروك على العربيه ولا ما تزعليش عشان موضوع الطلاق. لا على فكرة مش زعلانة خالص على موضوع الطلاق، لأن أنا اللي طلبت الطلاق وأصرت عليه. راجية ممكن ما تكمليش. انت عارفه ان احنا 10 سنين وانا بحس بيكي كويس قوي. عشان خاطري يا حسنى بلاش الكلام ده، ملوش لازمة الكلام ده، صدقيني أنا مش بكابر، وبعدين هلاقيها منك ولا من ماما؟ طب قولي اختك رايها ايه في الموضوع ده؟ أختي إيه بس يا حسنى؟ ما أنت عارفة أختي دي على الورق وبس. أنت أختي الحقيقية اللي ما ولدتهاش أمي. والله العظيم انا لو ليا اخت عمري ما كنت احبها زي ما انا بحبك كده. أنا عارفة، أنا كمان، وربنا وحده اللي يعلم. وبدليل إن أنت سفحتيني في تمن العربية. هي دي الصياعة. المهم بس بيفكريني ارجع لك المفتاح السبير. لا والنبي خلي السبير معاكي عشان انا عارفه ريم ممكن اول ما تلاقيه تقوم واخداه وطلع هي بالعربيه. فكي عن البنت شويه، حرام عليكي، هتفضلي معيشاها في ام كده لغايه امتى؟ ام وافكها عليها بعد كل اللي انا فيه ده؟ هو انا بلحقها؟ انا مش عارفه اعمل معاها ايه، دي مطلعه عيني. ربنا يخليها لك ويخليكي ليها. يخليكي يا حبيبتي يخليكي. مساء الخير. مساء النور. دكتورة راجية موجودة؟ نقول لها مين حضرتك؟ الرائد معتز السيوفي، مباحث عامة. مباحث؟ اهلا وسهلا سياده الرائد، اهلا وسهلا. روحي انت. حاضر. اهلا وسهلا. خير؟ الحقيقة احنا جايين نحقق في قضية المستشار ثابت سعيد. طب وانا داخلي ايه بالموضوع ده؟ دخلك ايه يا دكتورة؟ ده الباب في الباب زي ما بيقولوا، واكيد عند حضرتك اي معلومات. معلومات زي ايه؟ يعني حابب اعرف حضرتك كنت فين وقت وقوع الحادث. مساء الخير. مساء النور. دكتورة راجية موجودة؟ نقول لها مين حضرتك؟ الرائد معتز السيوفي، مباحث عامة. مباحث؟ اهلا وسهلا سياده الرائد، اهلا وسهلا. روحي انت. حاضر. اهلا وسهلا. خير؟ الحقيقة احنا جايين نحقق في قضية المستشار ثابت سعيد. طب وانا داخلي ايه بالموضوع ده؟ دخلك ايه يا دكتورة؟ ده الباب في الباب زي ما بيقولوا، واكيد عند حضرتك اي معلومات. معلومات زي ايه؟ يعني حابب اعرف حضرتك كنت فين وقت وقوع الحادث. انا كنت هنا في البيت بتفرج على التلفزيون، وفجأة سمعت صوت ضرب نار. خرجت لقيت انكل ثابت مرمي على الارض بينزف والناس حواليه. ما شفتش العربية؟
ما شفتيش اللي ضربوه حتى؟ لا انا ما شفتش حاجه خالص. تفتكري المستشار ثابت او ابنه رائف ليهم اي عداء؟ بالنسبه لرائف ما تهيأليش، رائف انسان مسالم ومحترم ومؤدب جدا ومحبوب. وكان خطيب حضرتك برضه. حضرتك تعرف معلومات زي دي منين؟ ما انا بقول لحضرتك انا مباحث، لازم ابقى عارف كل حاجه زي دي. بس يعني اصل الموضوع كان من فتره طويله قبل ما اتجوز. قبل ما تتجوزي المحامي حسن سيف الدين، مظبوط؟ هو حضرتك جاي تعمل تحريات عليا ولا على انكل ثابت؟ وحضرتك اتعصبتي ليه؟ انا ما اتعصبتش، انا بس مستغربه، حضرتك جاي تعمل تحريات عني ولا على انكل ثابت؟ لا هو كده حضرتك فهمت الموضوع غلط خالص. انا طبيعي ان انا بعرف معلومات زي دي لان انا بحقق في الموضوع ده بقالي كتير. هستأذن حضرتك لو قدرتي توصلي لاي معلومات تفيدنا يا ريت تكلميني، ده الكارت بتاعي. اكيد حاضر. بعد اذن حضرتك. اتفضل. يا اهلين وسهلين، الحمد لله على السلامة. ازيك يا مشيل؟ الحمد لله. أنا ما صدقت إنك رجعت من مصر بكير. مرقت على الشقة ما لقيتك. ما قدرت أستنى، قلت أجي لك على هون. شو اللي صار؟ ظروف يا مشيل. هي شو ظروف يعني؟ شو اللي صار معك؟ والله مش عارف أقول لك إيه، بس النفسية صفر. طب روق شوي، روق. أنا همرق عليك الليلة واخدك معايا في سهرة أنسيك اسمك مش بس همومك. يا عم سهرتي بس، ما أنت عارف أنا ماليش في الكلام ده. اسمع من أخوك ميشيل، ما راح تندم. بقول لك يا مشيل، أنا قاعد هنا، عايز تقعد معايا اقعد، عايز تروح زي ما أنت عايز. واضح إن الموضوع كبير جدا. طيب أنا قاعد، احكي لشوف، شوفي. صباح الفل يا ست نجمة الإعلام العربي كله. خير يا حمدي، مالك داخل فرحان كده ليه على الصبح؟ جايب لك حتة خبر بنا، ما هي استاهل عليه مكافأة. خير. صباح الخير يا أستاذ محمد. الواد ابن محمود البقال جارنا في المنطقة طلع ليه واد صاحبه شغال في المستشفى اللي فيها المستشار ثابت، وهو اللي بيكتب إذن خروج المرضى، فكلمه قدامي واتفق معاه إنه يبلغنا يعني بميعاد خروج المستشار، فساعتها هنبقى احنا أول ناس في مصر كلها نعرف الخبر. وحشة الفكرة ولا إيه؟ يا ابن اللذينه يا حمدي، بجد اول مره تجيب لي خبر عدل. الله ربنا بيكرم، صدقيني. ده انا لسه كنت قاعده عماله افكر هعمل ايه في الموضوع ده. وتفكري ليه وانا موجود؟ ما تقولي لي وانا قصرت معاكي يا استاذ. ايه رايك في حمدي؟ جدع يا حمدي. ما كنتش عارفه اوري وشي فين لرئيس التحرير. عارف لو الصك ده حصل هيصرف لنا مكافاه كبيره. بجد؟ يعني لو كده ساعتها اجيب بقى وحش الاسفلت، ميكروباص 14 سقف عالي، والمكنه الياباني الاوسوزو بقى، وتكييف مركزي، والكراسي ثابته مش قلابه عشان، وطرقه كده في النص تحسسك ان في براح، والموتور خارجي مش داخلي عشان الصوت ما تجيش عليا وانا سايق، واكتب عليه من ورا البطه المرتاحه للنقل والسياحه. ايه يا حمدي؟ هتنقطني يا حمدي، اطلع بره. انا نفسي اجيب اطلع ميكروباص. بره. انا نفسي. حاضر. انا طب محمد اجيب سجق اجيب لك؟ ماشي يا محمد. صباح الفل على معاليك، نهارك ابيض سعادتك. صباح الخير يا رب. ايه الاخبار؟ بقالي مده طويله قوي بحفر ورا موضوع المستشار ثابت. وصلت لحاجه؟ للاسف سعادتك الموضوع متقفل عليه بالضبه والمفتاح. يبقى الموضوع وراه حد تقيل بجد، مش تقول لي عماد وصفي. صحيح، ده بعت لي رساله النهارده الصبح بيقول لي انه بيتصل على سعادتك وانت ما بتردش عليه. وده عاوز ايه ده كمان؟ مش عارف، بس قال لي انه محتاج سعادتك ضروري. ماشي ماشي يا راضي، هبقى اكلمه. طب هستأذن انا؟ روح انت، بس خليك ورا موضوع ثابت. ما تقلقش يا فدينا، ما تقلقش، انا مش هسيب الموضوع ده غير لما اجيب لي سعادتك الخبر اليقين.
يا عماد، هو انت فين؟ انت لسه في لندن؟ طيب انا لقيت مكالمات كتير. في جديد؟ ايه يا ناير مالك؟ انت من ساعة ما رجعت من السفر وانت مش مركز خالص. اشكرك جدا، انت انقذت حياتي النهارده. على ايه بس؟ يا ابني ده احنا اخوات. شغلانتنا دي يا عم ناير مش عايزة سرحان، عايزة تركيز وانت سيد العارفين. يا راجل ده انت كنت هتضيع نفسك النهارده. الحمد لله ربنا ستر. اشرب. بقول لك ايه؟ نعم. قبل ما انسى، امسك دي الفلوس اللي كانت المفروض توصل لاخوك. بقول لك ايه، دول بقى يبقى لي عندك بيهم اكلة سمك وجمبري معتبرة الاسبوع اللي جاي. تعالى هنا ما تتهربش مني. مالك في ايه؟ انت مش طبيعي وقطعت اجازتك. في جو مريب كده انا مش فاهمه. عندك حق مصطفى، انا طلقت مراتي. يا نهارك اسود، بعد الحب ده كله؟ طب ليه؟ يا ايمي، ازيك؟ والله يا ايمي تعبانه قوي، بقالي كام يوم مش عارفه في ايه. وانت كمان يا حبيبتي. طب ايمي هكلمك تاني. بصراحة يا ناير، انت كان عندك حق في كل اللي انت عملته. انت صاحبي، انا مش هغشك. الجوازة دي كلها من الاول كانت غلط في غلط، لانها حضرتك كانت مبنية على العاطفة مش على المنطق والعقل. وبعدين انا متهيالي انه صعب، وصعب قوي كمان بعد اللي حصل ده، انك كنت ترجع تثق فيها من تاني. لانك كنت طبعا هتقعد هنا على نار، تقعد تقول يا ترى هي بتعمل ايه من ورايا دلوقتي، وهتدخل نفسك في مليون دوامة. لا 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 لا، انت اتصرفت صح يا ناير. انا تعبان طول الوقت بفكر فيها، مش عارف اقفل صفحتها. يا سيدي البعد بينسي كل حاجة، واحسن حاجة بقى ان انت في بلد وهي في بلد، وزي ما بيقولوا البعد جفا. تفتكر اقدر انساها؟ افتكر، وانا متأكد كمان، وانت بكرة تشوف بنفسك. بس اهم حاجة بقى انك لازم تركز في شغلك ومستقبلك، لان هو ده اللي هينفعك يا صاحبي. تعالى شوية شوية هنا. انا مش فاهم، انت هتسيبهم يمشوا كده؟ مش وقته يا حمدي. هنتحرك وراهم صح؟ لا. هو قال لي لا. هو قال لي لا يا استاذه، ده مش دي الفرصه اللي انت مستنياها؟ انا دافع ابن محمود البقال ورقه ب 100 جنيه، هتدهاني انت؟ يا ابني افهم، لو نزلنا رحنا لهم في لحظه زي دي هيبقى شكلنا رخيص قوي يا حمدي. لا لا لا, لا ما عندكيش، لا ما عندكيش، تعالى يا استاذه، الفرصه دي مش هتيجي تاني. مش هنزل يا حمدي. حمدي، الصحفي اللي ما عندوش مبدأ وما بيقدرش مشاعر الناس ما يستاهلش يشتغل الشغلانه دي. احنا مش باباراتزي يا حمدي. طب شوفي هتقولي ايه بقى رئيس التحرير يا ماماراتي؟
شيخه انا دافع كل ده، زفت على دماغي على دماغي. ولا الو. ايوه يا ماما، انا في اسكندريه. هرج ايه؟ لا انا هرج ليه؟ هو في ايه يا ماما؟ انت بتكلميني كده ليه وانا عيله صغيره ولا ايه؟ طب بقول لك ايه، خلاص انا اصلا كنت بكلمك علشان بس اطمنك عليا واقول لك ما تقلقيش. يلا سلام. حسنى اهدي بس بالراحه، بنتك خلاص ما بقتش عيله صغيره. اهدى ايه؟ اهدى ايه؟ البنت سافرت اسكندريه من غير ما تقول لي. لا كلمتك وقالت لي. يعني بتحطني قدام الامر الواقع. ما انا هي ما قلت لك ما تخنقيهاش، وادي النتيجه هي دلوقتي قررت ونفذت. طب اعمل ايه؟ قولي لي اتصرف ازاي واعمل ايه؟ انا هسافر لها اسكندريه. بطلي جنان، هتسافري اسكندريه دلوقتي تقولي ايه؟ تمشي في الشوارع تقولي بنتي تايهه اولاد الحلال. طب اعمل ايه؟ قولي لي اتصرف ازاي واعمل ايه؟ اهلا وسهلا. قولي لي بقى بتشتكي من ايه؟ انا مريهان عز الدين نديم. عز الدين نديم ملياردير المشهور. انا على فكره ما كنتش محتاجه البطاقه عشان اعرف انت مين. معلش زي ده التأكيد، مش يمكن انا واحده نصابه بنتحل شخصيتها. من شكلك ومن طريقه كلامك اقدر اقول ان انت بنت ناس كويسه. بنت ناس بس مدمنه هيروين. لا مش دي الصيغه بتاع عمر. طب يا عمير ثانيه واحده وجايه. لا يا حبيبتي خدي راحتك، انا ممكن اروح واعدي عليكي وقت تاني. لا 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 ثانيه واحده وجايه على طول. ايه يا وليد؟ ايه قله الذوق دي؟ انا برضو اللي قليل الذوق؟ انا مش قايل لك ان انا ما بطيقش الست اللي بره دي خالص؟ ارجع من الشغل تعبان الاقيها في وشي برضو؟ يعني انا كنت عارفه ان حضرتك جاي النهارده بدري؟ يعني هي دي المشكله بقى دلوقتي. طب اسكت بقى، هي شويه وهتمشي. طب اتفضلي مشيها دلوقتي حالا، عشان لو ما مشيتهاش مش هيحصل كويس. في ايه يا وليد؟ عاجبك كده؟ اهي اتكسفت وماشيه. وهي دي كل حكايتي، وما كدبتش في ولا كلمه قلتها لك. جوزك فين دلوقتي؟ راجع ابو ظبي تاني، واحده صاحبتي شغاله في المطار جابت لي اسمه من رحله الطيران. كل المده دي انت ما حاولتيش تتصلي بيه؟ حاولت اكلمه كتير قوي بس مش بيرد عليا، حتى حاولت اكلمه على تليفون المكتب. اول ما سمع صوتي قفل السكه في وشي وعملني بلوك من كل حاجه. واضح طبعا انه خلع رسمي، وانا مش قادره الومه، هو عنده حق. طب تحبي اتدخل واحاول اوصل له؟ لا يا دكتوره كفايه كده، انا حاسه ان انا كرامتي بقت خلاص في الارض. طب ليه ما حاولتيش تتصلي بوالدك؟ اهو ده بقى المستحيل بعينه. انا لو رجعت لبابا وانا مدمنه كده مش بعيد يقتل ناير فيها. ناير؟ الله، طب وناير دخله ايه في الموضوع؟ هو كده اي حاجه بتبقى حجتها ناير. انت مش متخيله هو بيكرهه ازاي. بصراحه لو خلع بالطريقه دي من حق ابوك يكرهه، بس برضه من حق ناير انه يعرف انك حامل، وانه يعرف على الاقل ان في بيبي جايله في الطريق. ولو ابنه اللي في بطني ده حصل له حاجه بسبب الهباب اللي انا باخده، تفتكري ناير ساعتها هيسامحني؟ انت حكايتك معقده قوي يا مريان. ايه الفلوس دي؟ انا مستعده ادفع لك اي حاجه انت عايزاها، بس تعالجيني في سريه تامه وتنقذي مين اللي في بطني. خدي فلوسك يا مريان،
خدي فلوسك عشان نعرف نتكلم. انت يا حسام ما قلتليش ليه على موضوع راجية ده؟ راجية؟ راجية مين يا حبيبتي؟ راجية جارتنا الدكتورة اللي انقذتها امبارح من السجن. وانت عرفتي الموضوع ده ازاي يا روحي؟ هي قابلتني امبارح في السوبر ماركت وقعدت تحكي لي وتشكر لي في شهامتك وجدعنتك معاها. ما انت عارفه يا حبيبتي، انا ما بحبش احكي اسرار شغلي لاي حد مهما كان ربنا خلقه. طب ودي فيها ايه لما تقولها لي يا حسام؟ ازاي يا نفين؟ افرضي انت قاعده مع واحده صاحبتك في قعده سفر، كلمه تتقال كده ولا كده توصل لراجع، يبقى منظري ايه قدامها؟ طيب وانت عارف ان انا بتاعت الكلام ده؟ لا طبعا يا حبيبتي ما قصدتش الكلام ده. بس بقول لك ايه، عارفه رغم ان راجية دي لاسعه ومجنونه وكانت هتودي نفسها في 60 داهيه، الا ان عندها موضوع الانسانيات ده عالي قوي. انسانيات يعني ايه؟ انت عارفه ان هي قومت اكبر محامي في البلد للبنت دي، وكل شويه تتصل بيا علشان تطمن على القضيه ماشيه ازاي. وانت بقى مبسوط ان الهانم كل ساعه والتانيه بتكلمك؟ يا بنتي حرام عليكي، الست متجوزه ما ينفعش تتكلمي عليها بالشكل ده. ما هي اتطلقت يا اخويا. اتطلقت من حسن سيف الدين؟ امتى ده حصل؟ معرفش امتى بالظبط، بس انت عارف مفيش حاجه بتستخبى في المعادي. ايوه مفيش حاجه بتستخبى في المعادي، وعشان مفيش حاجه بتستخبى في المعادي انا ما رضيتش اقول لك الموضوع ده. بس استني هنا. انا دلوقتي فهمت، عشان كده ما جابتش حسن سيف الدين يترافع للبنت في القضيه وجابت محامي تاني من بره. قلتي لي بقى. العينة اللي خدناها منك دلوقتي هتوضح لنا حاجات كتير قوي. طب انتي شايفه ايه يا دكتوره؟ انا شايفه ان الامل كويس قوي، خصوصا ان فتره ادمانك ما كانتش طويله، وان شاء الله نطمن على البيبي. انا بس عندي مشكله ان انتي مش عايزه تدخلي مصحه. لا بلاش موضوع المصحه ده. مريهان، المصحه عشان احميكي من نفسك وعشان احافظ على البيبي. معلش شوفي اي حل تاني غير موضوع المصحه ده ارجوكي. طيب اوكي، من هنا لغايه اما تاخدي السبلمنتس والادويه اللي انا هكتبها لك، هشوف لك دكتور زميلي كويس قوي، دكتور امراض نساء، هخليه يعمل لك سونار عشان يكشف على البيبي ونطمن ان كل حاجه ماشيه تمام. معلش انا هتعبك معايا. مفيش تعب ولا حاجه، ده شغل. المهم دلوقتي تاخدي الادويه والسبلمنتس اللي انا هكتبها لك، وما تخافيش كلها فيري سيف، يعني مش هتاثر على الحمل، وهتقلل احتياجك للمخدر لغايه اما نشوف نعمل ايه. انا مش عارفه اقول لك ايه يا دكتور. انا مش بساعدك عشان نفسك بس يا مريهان، انا بساعدك عشان البيبي اللي في بطنك اللي ملوش ذنب في اي حاجه، واللي ان شاء الله هيجي الدنيا بصحه واحسن حال. صباح الفل يا نسرين. صباح النور. معلش بقى هتعبك معايا. تاني الكلام ده؟ قلت لك مفيش فرق بيننا. ربنا يخليكي ليا يا رب. انا عندي شويه مشاكل في الشغل متلتله، بس كله هون عشان سياده المستشار. خير ان شاء الله، ربنا يقومه بألف سلامة. يا رب. معلش بقى انا لازم امشي عشان اتاخرت. اكيد طبعا. يلا باي. باي. بقول لك ايه، انا لازم اعرف انت نازله في انهي اوتيل. في ايه يا ماما؟ ما تهدي شويه. على فكره انا مش عيله صغيره، وبعدين هم يومين وراجعه. هو انت مش بتثقي فيا؟ اثق فيكي ايه ونيله ايه بس؟ انت فين؟ ما هو انت لو بتاخدي وتدي معايا كده في الكلام كنت قلت لك انا فين وبعمل ايه. بس والله العظيم انا عارفه لو قلت لك انا فين هلاقيكي طب عليا دلوقتي. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. يا بنتي انت عايزه تموتيني؟ يا ماما موتك ايه بس؟ ايه الاوفر ده؟ يا حول الله يا رب. ماما سلام دلوقتي عشان انا عندي شغل، وبالليل ان شاء الله هبقى اكلمك قبل ما انام. يلا سلام. ريم استني بس. ريم الو، انت يا بنت؟ يا كلبه يا كلبه، بس ترجعي. ايه اللي خليتك تخرجي بره البيت؟ ما بقاش على حسنى.
مالك يا رائف في ايه؟ مش عارف يا باسم، المصايب نازلة ترف على دماغي ومش عارف أعمل إيه. حتى النهاردة جيت الشغل عشان أشتغل معرفتش. الله صحيح، هو انت سايب بابا مع مين؟ مع نسرين بنت عمي. طب كويس انك لقيت حد يؤتمن تسيبه معاه. الحمد لله طبعا. بس موضوع نسرين بنت عمي وعمي ده بصراحة عامل لي مشكلة، مش عايز أتقل عليهم أكتر من كده. يا حبيبي ده اخوه وبنت اخوه، وايه المشكله في كده؟ هم دول اغراب؟ هتقول لي اتقل وما اتقلش؟ يا حبيبي يا حبيبي انت في حاجات ما تعرفهاش. طيب ما ترسيني في ايه؟ نسرين بنت عمي مالها؟ يعني بحس من طريقتها معايا كده ونظراتها انها معجبة بتحبني كده يعني. تصدق فعلا عندك حق، دي مشكله كبيره قوي. هو في حد يطايل حد يحبه في الزمن ده؟ يا ابني مشكلة فعلا، مشكلة. بالعكس انا شايف انها مش مشكله، لانها هتحاول تقرب لك وتحبك وتعمل لك كل اللي انت عايزه عشان ترضيك. يا ابني انت مجنون، يعني استغل بنت عمي واقول لها ان انا بحبك عشان خاطر تقف جنب ابويا؟ انت مجنون يا ابني، استغلها. هو انا بقول لك استغلها؟ بقول لك ايه، هي بصراحة بنت كويسة وفيها مميزات الدنيا كلها. بس يبقى تتجوزها. يا ابني يخرب بيت بقك على اللي انت بتقوله. انا هي حلوه وكويسه لكل الناس طبعا، ودي حاجه حلوه جدا، لكن بالنسبه لي انا هي اختي. اختك؟ ده انت فقري، ولا تلاقيك صحيح مش قادر تنسى حبيبه القلب. بقول لك ايه، انت تسكت خالص وتخرس بدل ما اطردك من هنا، انت فاهم ولا لا؟ ما هو انا كده لما اجي لك على الجرح تقول له اسكت وما تسكتش. يا عم انساها بقى، ده انت لو بتحب انجلينا جولي كان زمانك نسيتها. باسم قوم اطلع بره، يلا قوم امشي يا اخي، قوم خليني اشوف شغلي. انا ما عملتش حاجه النهارده خالص والناس هرياني تليفونات. ماشي يا عم الباشمهندس، خلص شغلك، استأذن انا. ماشي، خلي بالك من نفسك. حاضر. ايه يا بيرو؟ ايه يا بيرو؟ ما ينفعش الحركات بتاعتك دي. حركات ايه بقى ان شاء الله؟ هروح البيت الاقيكي قاعده مع هبه. يا حبيبي طول ما انا مصاحبه مراتك عمرها ما هتشك فينا. طب ولما الاقيها فجاه دلوقتي بتخبط عليكي اروح انا فين؟ ما تيجي اهلا وسهلا، شوف بقى مين اللي هيفتح لها. طب خلي بالك، هبه مش سهله. هبه لو فهمت اللي بينا شوفي هتشنيارنا انا وانتي. هتفهم ازاي اللي بينا طول ما انت مفهمها ان انت مش طايقني؟ طب والنبي عشان خاطر انا اسيبك من سيره هبه دي عشان بتيجي على السيره. انا جاي لك عشان موضوع مهم قوي. انا وانا مستنياك خصوصي عشان اسمع الموضوع. لا ده انا جاي لك عشان الكلام كتير، كلام كتير جدا جدا، ومحتاجين نتكلم فيها على روقان، لان مش هينفع كده ما نجيبش سيره هبه تاني، يعني مش وقته هبه خالص.
ايه يا عم نايف؟ انت مش ناوي تفكها بقى ولا ايه؟ ما انا فاككها اهو. في ايه؟ يا راجل انت كده فاكك؟ يا راجل ده انت في دنيا غير الدنيا. ايه؟ في ايه؟ هو انت اول واحد ولا اخر واحد يطلق؟ مش عارف يا اخي. هتجنن يا اخي، هتجنن. عايز اعرف كنت بتسرق الفلوس وتوديها فين. هتجنن. بقول لك ايه؟ مفيش واحده ست تسرق جوزها اللي مش حارمها من اي حاجه الا لما يكون في سبب شمال. انت بتقول ايه؟ ما هو انا لازم اديها لك في وشك عشان انا زهقت منك، عشان حضرتك تفوق وتصحى من اللي انت فيه. ولا انا يا اخويا هفرح يعني لما المره الجايه اجيبك من تحت البريمه لا قدر الله، عشان حضرتك تبقى شهيد الحب الواحده اصلا ما تستاهلش ضفرك. عندك حق. عندك حق. كل مره تعمل ان انت اقتنعت وتاخدني على قد عقلي، وتاني يوم تعمل ريوايند وتجيب الشريط من اوله. هعمل ايه يا مصطفى؟ انت ما تعرفش انا كنت بحبها قد ايه. انا جيت هنا عشان عايشه في مستوى الابي يعني، ودلوقتي حاسس ان وجودي هنا ملوش اي لازمه. قدم بقى استقالتك وارجع لمصر مفلس، ودور على شغل واقعد غني ظلموه. يا معلم دي قشطتك وخدت كل اللي وراك واللي قدامك. بقول لك ايه، انت لازم تركز في مستقبلك وتعوض كل اللي انت خسرته ده. انت فاهم ولا لا؟ يناير يناير انا صاحبك ومحدش هيقول لك الكلام ده غيري، لان انا بجد بدور على مصلحتك. احنا كده الحمد لله طمنا على البيبي، ناقص بس ان احنا ناخد حذرنا جدا 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 في حالتك. حاضر يا دكتور. بجد انا مش عارفه اقول لك ايه، هو لسه في حد زيك كده؟ ما تقوليش اي حاجه. طبعا لسه في ناس زي كتير، انت بس اللي كنتي ملمومه على شله مش قد كده ضيعوا لك ثقتك في الناس. عندك حق. المهم دلوقتي العلاج، نبتدي العلاج. بس يا دكتوره بليز انا مش عايزه موضوع المصحه ده خالص. يا حبيبتي في مصحات سريه محدش بيعرف عنها اي حاجه، وكمان بتبقى 5 ستارز، يعني كانك قاعده في اوتيل بالظبط. مفيش حاجه بتبقى سريه على بابايا يا دكتور، انتي بس ما تعرفيهوش. انا مش فاهمه بس يا مريهان انت ليه خايفه منه قوي كده؟ حبيبتي اي بنت بتنفصل عن جوزها بتروح ترجع تعيش مع اهلها عادي. بيتهيألك. انا بس ما اتمنالكيش تمري باللي انا مريت بيه ده، تجربه بجد صعبه. انا عارفه انها صعبه، وبعدين مين قالك ان انا ما مريتش بيه؟ انا لسه منفصله عن جوزي برضه. ده بجد؟ بجد. بس انا اللي سبته بعد ما عرفت انه اتجوز عليا عشان يخلف، عشان انا ما بخلفش. سوري يعني يا دكتوره، ده ما بيفهمش، محدش يسيب واحده زيك. انا قلت لك انا اللي سبته. ممكن اسالك سؤال؟ بس طبعا انا مش قصدي ان انا اتدخل في حياتك. لا طبعا اسالي زي ما انت عايزه. هو انت بعد ما انفصلتي منه يعني فكرتي ان انت ترجعي تعيشي مع اهلك تاني؟ انا ظروفي مختلفه يا مريان، انا اهلي في اسكندريه وانا شغلي هنا، فما كانش ينفع اعيش معاهم تاني. بس لو كانوا عايشين في القاهره كنت هترجعي تعيشي معاهم تاني؟ عايزه الصراحه؟ لا. يا لهوي يا شريف، يا لهوي انا مش مصدقه ان احنا عملنا البروفيت الكبير ده من اسكندريه. انا ما شفتش حد موهوب زيك في اقناع كلاينتس ريم. انا متوقع لك على السنه الجايه تبقى من اهم الاونلاين انفستمنت ايجنتس في العالم كله. لا يعني مش للدرجه دي، ما تكبرش الموضوع. طب هتشوفي بكره فكري. المهم يا شريف انا خايفه قوي على الفلوس اللي معايا دي فلوس ناس. بكره الصبح روح حطيها في حسابك اللي في البنك. اكيد البنك بتاعك ليه فرع هنا. هو اكيد ليه فروع هنا، بس انا عايزه الفلوس بصراحه تبات في حضني النهارده. يلا. بقول لك ايه؟ انا النهارده عامل لك سربرايز تجنن. ايه هي؟ لا بقول لك ايه، انا عاوزك النهارده تسيدي نفسك على الاخر. ايه ده اشمعنى؟ يوم للمتعه وبس. ماشي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه الأكل الحلو ده؟
ده الواحد من رصه يعني ريقه جري. الله يسامحك يا ابو محمد، كانت ناقص تحط لنا الاكل في ورق جرايد. مبسوطه انه عجبك. حلو جدا طبعا. ولسه لما تدوق قول لي بقى ايه رايك؟ محشي كمان؟ ايوه. بسم الله. ايه ده، انت مش هتاكلي ولا ايه؟ ليه؟ ما انا باكل اهو. بتاكلي ايه ده؟ لو اكل قطط مش هيبقى طبق فاضي كده. اصلا انا اكلتي ضعيفه شويه. يعني عشان الرجيم والحاجات دي؟ مش محتاجه، انت زي القمر لوحدك. بصراحه يا نسرين انا مش عارفه ارد جمالك ازاي. انت تعبت معايا اول الفتره اللي فاتت دي. ما تقولش كده يا رائف، عيب. ده انت ابن عمي. قصدي يعني احنا اهل في الاخر. اه طبعا عارف، بس الطريق لسه طويل وانا مش عايز اضغط عليك اكتر من كده. انت اكيد عندك حياتك وتفاصيلك، كفايه يعني. ايه ده، رايحه فين؟ هقوم افتح الباب، ما انت عارف ام محمد بتجوز بنتها ومش موجوده. ام محمد، ماشي خليكي زي ما انت مستريحه، هروح افتح انا. ماشي. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم؟ نور الدنيا. ازيك يا رائف؟ ازيك يا عم جورج؟ انا اتقابلت انا وعمك عبد الحميد على الباب. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا. اتفضل اتفضلوا يا عبد الحميد. وهناكل لقمة سوا. اتفضل. اتفضل. حماتك بتحبك يا عم. اتفضل يا عم. وبعدين انا مش مبسوط يا حسام. والله يا فندم عندك حق طبعا. يا سلام. طب وانا بقى استفدت ايه كده؟ ها؟ ايه يا حسام؟ انا قلت انت اللي هتجيب الديب من ديله يا اخي. عارف؟ انت من ساعه ما رجعت لي بالدكتوره جارتك دي وانت ما بتعملش اي حاجه. ايه يا حسام؟ انت كنت طالع تجيب تجار مخدرات ولا طالع تجيب دكاتره؟ والله سعادتك انا اتكعبلت في موضوع الدكتور ده بالصدفه مش اكتر. صدفه؟ طب والبنت المدمنه اللي انتوا مسكتوها معاها ما استفدتوش منها باي معلومه؟ ما قالتش حاجه جديده، كل المعلومات اللي قالتها عندنا. وبعدين؟ والله يا فندم انا كل اللي طالبه من سعادتك ان انا عايز فرصه واحده، فرصه اخيره، وان شاء الله هتيجي بنتيجه ايجابيه وبكره تشوف. حاضر يا حسام، حاضر. هديلك فرصه اخيره، بس خد بالك اخر فرصه بالنسبه لك. هتتبسط ان شاء الله. والله يا عمي انا مش عارف ارد جمالك ازاي على التعب اللي انت تعبته انت ونسرين معايا. انت بتقول ايه يا رائف؟ ثابت ده اخويا وانت ابني، وانا مهما عملت مش هقدر اوفي ولا جزء بسيط من افضال ابوك عليا. ثابت ده صاحب فضل عليا طول عمره ونعم الاخ صحيح،
اهم حاجه عندنا دلوقتي انه يقوم بالسلامه. يا عبد الحميد انا عايز ارفع عنك الحرج. شوفوا يا جماعه، احنا لازم نتكلم بشكل عملي. محدش عارف مرض ثابت هيطول قد ايه، ولازم حد يبقى معاه بشكل دائم. وانت يا ابني عندك شغلك، والنسرين كمان عندها شغلها، وانا وانت يا عبد الحميد ما بقى ناس صغيرين عشان نقعد معاها يعني. وام محمد بتجوز بنتها، فلازم ممرضه تقعد معاها بشكل دائم. والله يا عم جورج كلام حضرتك صح جدا، بس حضرتك عارف ان والدي مستهدف، وانا خايف اروح اجيب ممرض او ممرضه الناس اللي حاولوا يعملوا فيه كده يشتروهم، وساعتها ممكن يعملوا حاجه احنا مش عايزينها. رايف عنده حق يا جورج، فعلا لا قدر الله لو جبنا حد ممكن نرجع نلاقيه عامل فيه حاجه. لا يا جماعه، يبقى احنا لازم نفكر بهدوء عشان نوصل لحل. شريف. 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 يا شريف. نهار اسود. يا شريف. يا نهار اسود. يا شريف. يا نهار اسود. يا لهوي. يا نهار اسود. يا لهوي. يا نهار اسود. يا نهار اسود. فين؟ فين؟ ايوه يا سهيل. هو شريف كلمك؟ يعني انت ما تعرفيش هو فين؟ يا ستي ما فيش حاجه، جاوبيني. طب والنبي لما يكلمك ولا تعرفي هو فين كلميني ضروري. ضروري سهيله والنبي. يا ستي ما فيش حاجه، اقفلي. سلام. خير يا دكتورة؟ نتائج التحاليل مش حلوه خالص. ازاي؟ ما تتخضيش قوي كده. انا هكتب لك على شويه ادويه وسبلمنتس تاخديها لمده 3 اسابيع، هتغير لك كل النتائج اللي في التحليل دي. يعني في امل البيبي ما يموتش؟ بعد الشر، بس حقيقي ضحكتيني. اصل انا خايفه قوي. بصي يا مريان، انا عايزه اقول لك حاجه. نص العلاج بيبقى في ايد المريض نفسه. ازاي؟ مش فاهمه.
يعني ارادتك ورغبتك اكبر دافع ان هم يخرجوا المخدر من جسمك. بتقلقيش يا دكتورة، انا عندي رغبة اكيد ان انا اخف. انت عارفه انا سمعت الكلام ده من كام واحد قاعد على نفس الكرسي ده قبل كده، كتير قوي، وللاسف 20% بس هم اللي كانوا صادقين في كلامهم. صدقيني يا دكتورة انا عايزة اخف، بقاله الذنب اللي في بطني ده يدفع تمن نتيجة حاجة انا عملتها. انا عايزاكي انت تخفي عشان انت عايزه تخفي، مش عشان اي حاجه تانية. مش فاهم قصدك ايه؟ قصدي يعني افرضي لا قدر الله البيبي نزل، مش هتكملي علاج؟ هو البيبي ممكن يموت؟ انا بقول لا قدر الله، انا مش بخوفك، انا بس عايزه اسمع منك اجابه واضحه وصريحه، هتكملي علاج ولا لا؟ بصراحة لولا اللي في بطني انا ما كنتش هفكر في موضوع العلاج ده. ليه يا بنتي؟ هو انت جسمك هين عليكي قوي كده ليه؟ عايزه اعرف السبب. حضرتك عارفة احساس المدمن ايه؟ اللي عايز يشد بودرة ومش لاقي. مفيش حاجة ممكن تخليه يستحمل العذاب ده غير البطن. طيب نأجل الكلام في الموضوع ده دلوقتي. انا زي ما قلت لك هديكي شويه ادويه وسبلمنتس تاخديها واشوفك بعد 3 أسابيع. وطبعا مش هفكرك، لو عوزتي اي حاجه في اي وقت تليفوني مفتوح لك على طول. مش عارفة اقولك ايه، يا ريت الناس كلها تبقى زي كده. ايوه سهيل، شريف ظهر ولا لسه؟ لسه بكلمه، لسه قافل تليفون. انا راجعه اهو في الطريق دلوقتي. طيب بقولك ايه، لما ماما تكلمك هواية والنبي تغلطي في الكلام. هي المفروض عارفة ان انا راجعة بكرة من اسكندرية. ها لما اجي احكي لك على كل حاجة. لا مفيش حاجة بخير يا سهيل. طيب اقفلي بس دلوقتي عشان انا حواليا ناس مش عارفة اتكلم. سلام. اما ولاد اوسكار الكلبه بتاعتك دول زي العسل. في 2 انا بعتهم، صحابهم جايين ياخدوهم النهارده، دفعوا لي فلوس، يبقى فكرني اديها لك. والثالثه بقى في حد برضه هيجي ياخدها النهارده. انا مش عارف ارد جمالك ازاي يا دكتور، بس على شرط الناس اللي تاخد الكلاب دي تبقى بتخاف عليها ويبقوا ياخدوا بالهم منهم. طبعا ده انا زبايني زي السكر زيك. الله يخليك يا دكتور. طمني على بابا. الحمد لله على كل شيء. يعني الدكاتره مش طمنوكوا؟ والله الدكاتره نفسهم مش عارفين يقولوا لي ايه، بيقولوا لي قدامنا 3 شهور مع العلاج الطبيعي نشوف استجابه الجسم وبعد كده يقرروا بقى. بصراحه يا دكتور انا حاسس ان انا في كابوس ومش عارف افوق منه. معلش، ربنا يقومه بالسلامه ويخليه لك يا رب. يا رب. بقول لحضرتك ايه، هو ما لاقيش عند حضرتك كلبه صغيره كده تنفع هديه حلوه؟ هديه غاليه يعني؟ هديه يعني. عندي طبعا. يا ليلى. نعم يا دكتور. روحي جيبي لي الكلبه اللي لسه جايه النهارده، السكر زي العسل. بيلا؟ ايه ده، اسمها بيلا؟ انا اللي مسمياها. ده اسم جميل قوي. بعد اذن حضرتك. ايه يا عم مش ايه، ما تحل عني، انت مراكش غيري ولا ايه؟
ايه والله ما في زي خفه دم المصريين. ايه الرد اللي ملوش دعوه باللي انا قلته ده؟ طب روق بس، روق وهدي حالك وانسى خلاص، عيش حياتك. الحياه حلوه، عندنا في لبنان بنحب الحياه وبنحب نتمتع بيها. عندنا في مصر بقى بنحب النكد زي عنينا. إيه قلت لك انا ما في زي خفه دم المصريين. اقول لك على شيء، انا همرق عليك بالليل اجيب لك حته تكيلا تنسيك اسمك. تكلة ايه؟ تكلة انا ما بشربش من ايام الجامعه. ايه وين المشكله؟ ارجع لايام الجامعه، ليه في احلى من هيك؟ في يالا انت ابليس ولا ايه؟ ليه تقول عني ابليس؟ قول تاجر السعاده. صدقني يا حبيبي، انت محتاج تسهر معايا سهره واحده تحلف بيها طول عمرك. هو انت ابليس بجد ولا ايه؟ ايه ده؟ ايمي، انت عرفتي بيتي منين؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. بقول لك ايه، انا معايا ستاف يجنن ومعايا نص فلوس ومحتاجه حد يكمل لي الباقي. بصي انا عايزه 2000 جنيه بس، ها ايه رايك؟ لا يا ايمي، انا بطلت. تبطلي ايه يا بنتي؟ بلاش هبل. بصي نصيحه من اختك، شيليه عندك، مصيرك هتتزنقي وتحتاجيه وساعتها هتزعلي. ها انجزي، هتجيبي الفلوس ولا ايه؟ الواد الديلر تحت مستنيني في العربيه. انت لسه هتفكري؟ ايمي، انت عرفتي بيتي منين؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. بقول لك ايه، انا معايا ستاف يجنن ومعايا نص فلوس ومحتاجه حد يكمل لي الباقي. بصي انا عايزه 2000 جنيه بس، ها ايه رايك؟ لا يا ايمي، انا بطلت. تبطلي ايه يا بنتي؟ بلاش هبل. بصي نصيحه من اختك، شيليه عندك، مصيرك هتتزنقي وتحتاجيه وساعتها هتزعلي. ها انجزي، هتجيبي الفلوس ولا ايه؟ الواد الديلر تحت مستنيني في العربيه. انت لسه هتفكري؟ ماشي، هخش اجيب لك الفلوس من جوه. تمام. يلا يا بنتي، انت لسه هتفكري؟ انجزي. هاتي الفلوس، حلال عليكي. هطير انا بقى، هشوفك في الباب. سلام.
ادخل. يا باشا عملت ايه؟ احنا فرغنا كاميرات البنك المتحد اللي في شارع 9. هي صورت عربية بتجري بعد الحادثة بدقايق. احتمال كبير تبقى العربية اللي استخدموها في الواقع. أنا جبت رقمها وبعتها لمروان بيه ومستني التقرير. قضية كبيرة زي دي مش تتحل بالطريقة التقليدية اللي انت متعود عليها دي خالص. قصدك ايه يا باشا؟ قصدي انها لا هتتحل بالطب الشرعي ولا بالمعمل الجنائي ولا بتقرير العربية اللي انت جايبها. العربية دي هتطلع مسروقة، لأن الناس اللي بيعملوا حاجة زي كده تبقى ناس محترفة قوي وعارفين هما بيعملوا ايه كويس. اقعد يا ابني، مش هفضل باصص لك كده كتير، رقبتي وجعتني. تمام يا باشا، بس في حاجة غريبة شوية. ايه؟ احنا ليه ما حطيناش حراسة لثابت سعيد؟ هو ده مش شخصية عامة ومستهدفة؟ ومين قال لك يا ايور ان احنا مش حاطين حراسة؟ مفيش يا باشا، لو في يعني أكيد كنت هعرف. ما هو كده يبقى معناه رجالتي شايفة شغلها زي الفل. مش فاهم يا باشا. فاهمك يا سيدي. معناه ان انا حاطط عليهم حراسة، لا حد شايفهم ولا حتى ثابت ودني. لا ده شغل عالي قوي. الله يخليك يا حبيبي. عايزك بقى تتعود على الطريقة دي، لأن أنا دايما شغلي بره الصندوق. تقرير مرور الغربية يا فندم. روح يا ابني نعمل لنا 2 قهوة من قهوة الباشا. تمام يا فندم. شاي. قهوة عشان مش هتنزل أجازة. أمر يا فندم. اتفضل. في ايه يا ابني؟ فعلا يا باشا، التقرير بيقول ان العربيه مسروقه من 3 شهور، صاحبها مبلغ بسرقتها، وامبارح لقوها غرقانه في ترعه في الفيوم. يا ابني انا مش قايل لك الكلام ده من الاول، هو انا مهندس ديكور؟ الله ينور يا باشا. عايزك بقى الفتره الجايه تفكر في القضيه دي زي ما انا بفكر بالظبط. طب انت رايك نشتغل القضيه دي ازاي؟ اقول لك نشتغل القضيه دي ازاي. ركز بقى معايا عشان الكلمتين اللي هقولهم لك دول مهمين قوي. ايه دي يا ريم؟ مش كده. انا ايه بس يا سهيل، انا ضعت خلاص. يا بنت بلاش هبل وشغل السيما ده، دي عمليه بسيطه وهترجعي زي ما كنت. انا مش على عمليه بس يا سهيله، الفلوس دي كلها هجيبها منين؟ لا تتدبر ان شاء الله، انت امك ملهاش غيرك واي مبلغ هتدفعه. انت مش فاهمه حاجه يا سهيله، مش فاهمه حاجه. الموضوع ده عامل زي الشجره، كل يوم بتكبر، وهو طبعا زمانه بقى دلوقتي بيلم ملايين يا سهيله من ورايا، من الناس اللي تحت في الابلاين. هو انت مش قلتي ان الشغل كله اونلاين؟ يا سلام، والناس بقى اللي في اسكندريه دول يعرفوه ولا يعرفوني انا؟ يعرفوني انا طبعا يا سهيله. الله يحرقك يا شيف الكلب، بقى كل ده يطلع من الواد السهتان ده؟ انا اللي استاهل ضرب الجزمه، والله انا فعلا اللي استاهل ضرب الجزمه. انا كنت بتريق على ماما عشان كانت بتخاف عليا. يا ريتني كنت سمعت كلامها، يا ريتني كنت سمعت كلامها، بس انا غبيه. ايه دي يا ريم؟ مش كده. انا مش عارفه اعمل ايه سهيله، حاسه اني هموت. ايه يا عم ثابت؟ مالك؟ ينفع كده؟ كل ما اخش عليك الاقيك بتعيط والاقي دموع الغالية دي نازلة؟ ما ينفعش والله. والله هتبقى زي الفل، هتخف، هترجع احسن من الاول، وصوتك هيزلزل المحاكم من تاني، صدقني. بس انت مش مصدقني؟ بكره تشوف، بكره هتبقى زي الفل. وبعدين يا عم ثابت،
أنا بستمد منك قوتي طول ما أنت جنبي. أنا عارف إن أي مشكلة هتواجهني أعرف أحلها. معقولة بقى الجبل والسند لما يتعرض لمشكلة ما يعرفش يتغلب عليها؟ لا يا عم سعد، انت قدها وقدود. لعلمك بقى في ناس كتير قوي بتسأل عليك. انت لو فكرت تنزل الريسبشن هتلاقيه مليان، ناس عايزة تطمن عليك وتشوفك. اجمد قدها وقدود يا عم ثابت، هتخف ان شاء الله. انا هنزل اقعد مع الناس شويه وارجع لك تاني. وحياتك عندي ما هرتاح ولا يهدى لي بال غير اما اعرف مين اللي عمل فيك كده، وهجيب لك حقك بحق كل حاجة حلوة عملتها عشاني، وعمرك اللي اديتهولي كله. مش هسكت يا عم ثابت، وهجيب لك حقك. شو يا اخي؟ هون ما بينفع حدا يقعد مع حاله هيك. يلا هيس يا عم انا غلطان جيت معاك اساسا. ميشيل مين دي اللي شاورت لها دي؟ دي لمار بنت خالتي، ماركتينج في شركة كبيرة جدا في أبو ظبي. ماركتينج فعلا. ماركتينج خالص. تعالي يا لمار. ميسي كيفك؟ ايه كتير منيحة. اقعدي هون. هاي اهلا وسهلا، اتفضلي. يلا اقعدي. أعرفكم ببعض، المهندس ناير صاحبي من مصر وساكن معايا في البناية. يا اهلا وسهلا، شرفنا. اهلا وسهلا بيكي. لمار قمر العيلة بنت خالتي. يا ريتك جيتي بكير يا لمار، يا ريتك جيتي بكير يا لمار. ليش شو في شو صاير؟ ما في شيء، رفيق هيدا لا بيضحك ولا بيبتسم غير لما جيتي. انت هتفضحنا بقى ولا ايه؟ معقول؟ ليش ما عم تضحك؟ اضحك. انا بضحك. اضحك.
الجو كتير منيح هون ما هيك؟ هيك جدا. قولي يا رائف، عمي عامل ايه؟ والله يا حسنى هو زي ما هو. معلش، الحاجات دي بتاخد وقت طويل شويه. انا مش هسكت ولا يهدى لي بال الا لما اخد حقه بايدي. كلام الفارغ اللي انت بتقوله ده عيب عليك، ده انت راجل مثقف ومتحضر ومهندس قد الدنيا. هي ايه البلد ما فيهاش قانون؟ هو القانون يعني كان عمل لي ايه لغايه دلوقتي؟ ما انت امرك غريب، يعني انت عايزهم يعملوا المصيبه النهارده ويمسكوهم النهارده؟ ما نشوف. بقول لك ايه صحيح، انا كان معايا حاجه كده يعني هديه كنت عايزك توديها للراجل. انا بجد مش مصدقك. هو انت في ايه ولا في ايه يا رائف؟ ما هو اصل اظن يعني ده انسب وقت عشان ندي الراجل الهديه يعني. ايه يا حسنى الجمال والطعامه دي؟ يبقى رائف بقى كان عنده حق. ليه؟ كان متاكد ان الهديه دي هتعجبك قوي قوي. عشان قاعده لوحدي يعني؟ ما تبقيش حساسه كده، عشان عارف ان انت بتحبي الكلاب. طب ما المعادي كلها عندها كلاب. نسيت اقولك، بمناسبه الكلاب، الكلبه بنتي قاعده في اسكندريه ومش عايزه ترجع بحجه انها لسه ما خلصتش شغل. ايه رايك بقى في الموضوع ده؟ سيبيها تتنفس يا حسنى، هتفضلي كابسه على نفسها لغايه امتى؟ حرام عليكي. ايه يا مريهان؟ الحقيقة يا دكتورة، في ايه؟ مالك؟ حاسه بايه؟ أنا بموت.